من اغرب قصص التوائم في العالم قصة التوأم جيم. في سنة 1940 توأم عمرهم 3 اسابيع ابوهم وامهم مات، فبييجوا عيلتين من امريكا بيتبنوهم، بس الصدفة للعيلتين اللي بتبنوهم الاباء بالتبني اسمهم جيمس، وكل عيلة اتبنت طفل وراحت لحالها، ومفيش طفل منهم يعرف طريق اخوه تماما. والاغرب ان الطفلين كل واحد منهم عنده كلب من نفس النوع ومسميه تو، والاتنين لما كبروا اشتغلوا في مجال الامن، واحد اشتغل حارس امن في شركة خاصة والتاني انضم للشرطة، والاتنين لما اتجوزهم زوجاتهم اسمها ليندا، والاتنين طلقوا ورجعوا اتجوزوا مرة تانية، وزوجاتهم الجديدة اسمها بيت، والاتنين خلفوا ذكور وسموهم جيمس على اسماء ابائهم بالتبني. والاخين الاتنين مدخنين وبيشربوا نفس نوع الدخان، والاتنين عندهم سيارات مرسيدس من نفس الموديل، وكل ده طبعا وهم عمرهم ما شافوا بعض لحد سنة 1977. واحد منهم قرر ان هو يدور على اخوه، بالفعل لقاه، وفضلوا موجودين مع بعض لحد الآن. وطبعا الاخين قالوا لبعض مستحيل نبعد عن بعض تاني ابدا، لحد ما بقت قصتهم اشهر قصة في العالم كله.